ليه بنغير؟ لان احنا الشخص ده بيدور على حد بيحبه طول الوقت، ولما بنلاقي اللي بنحبه بنحس ان احنا كده اكتملنا، بس بعد شويه يبتدي يحس تاني بالقلق اللي جواه يطلع، ويبتدي يسال هو انا جدير بالحب ده؟ هو بيحبني ليه؟ هل هيفضل يحبني ولا هينتقل لموضوع حب اخر؟ وهكذا. فيبتدي يحصل الشك ويحصل الغيره في العلاقه. الغيره نوعين، اول حاجه في غيره مش مرضيه، دي الغيره الطبيعيه اللي موجوده طول الوقت بيننا وبين بعض، ودي غيره نتيجه للحب والاهتمام. وفي نوع تاني اللي هو الغيره المرضيه اللي هتبتدي تدخل بقى بالشخص ده في الشك، وانه هيبتدي يربط الاحداث اللي ملهاش دعوه ببعض، ويأثر ده عليه وظيفيا واجتماعيا، وقد ينهي علاقته بالمحبوب نتيجه هذه الغيره اللي بتؤدي لشك الزياده اللي غير خارج عن حدود المألوف. ليه في ناس بتغير وناس ما بتغيرش؟ اولا علشان الثقافه اللي اتربى فيها الشخص، ففي ناس كتير بيبقى عندنا موروثات وافكار شعبيه زي يا مأمنه للرجال يا مأمنه الميه في الغربال، زي ان الزوج اخر من يعلم فيبتدي الزوج يشك في زوجته، زي النساء لها طبيعه متقلبه فيبتدي يظن ان هي النهارده هتحبه بكره هتتغير من ناحيته، وهكذا. ده جزء اولا بيكون في وعي الشخص ده الافكار المسبقه عن المحبوب، فيبتدي يقلق منه ويبتدي يغير. الجزء الثاني علاقه الطفل بتبدا بالعالم الخارجي في السنه ونص الاولى، فلو الام كانت مصدر امان واهتمام ورعايه، الشخص ده بيكبر امن ومطمئن وواثق في نفسه وصوره ذاته كويسه. كل ما كان في اضطراب في صوره الذات، وكل ما كان ما حصلش على الامان ولا الرعايه ولا ثقه في العالم الخارجي نتيجه طبعا لعدم الامان وقله الامان والاهتمام من والدته، فلما بيكبر هنبتدي نلاقي ان هو ما عندوش صوره ذات مستقره وقلقان بالنسبه للعالم الخارجي. فهتبقى النتيجه ان هو لما يبتدي يحب حد بعد شويه هو مش واثق في نفسه، فالقلق ده يبتدي يتحرك ويبتدي يسال هل انا جدير زي ما قلنا بالحب ده ولا لا، ويبتدي يدور على اسباب تخلي التاني موضع شك علشان ياكد ان هو مش محبوب وان هو ما فيش حد بيحبه. في جزئيه كمان غير نوع الشخصيه ونمطها، بيكون معانا برضو سمات في الشخصيه، زي مثلا ان الشخص ده بيكون غالبا انطوائي ومالوش اصحاب وكل علاقاته في الدنيا هي المحبوب ده، او ان هو بيكون عنده امراض مثلا جاله زي اكتئاب مثلا، فابتدى في الاكتئاب ان هو يفكر بصوره سوداويه وان هو ما يستحقش الحب ومحدش بيحبه، فهيبتدي يشك ويغير في المحبوب بزياده. ممكن كمان نتيجه لظروف اجتماعيه ابتدت تحصل او ظروف حياتيه، فان مثلا حصل له اصابه او ان هو كان كويس مثلا وحصل له اصابه، او عنده عيب خلقي مثلا زي بدنه زياده، زي نحافه مفرطه، زي ان هو طول زياده او قصر زياده، فيبتدي يحس ان انا مش موضع للحب وما ينفعش ان انا احصل على هذا الحب الامن. ممكن كمان يكون مرض زي ما قلنا، ان هو يكون الست لما يكبر سنها بتبتدي تحس ان هي ما بقتش بنفس الرونق بتاع زمان، فتبتدي تشك في ثقتها في المحبوب وتبتدي تغير من الاخرين اللي بيقابلهم. الغيره للاسف لو طبيعيه بيبقى يتم التعامل معها بصوره بسيطه ويقدر الشخص المحبوب يطمن صاحبها، لكن لما بتزيد بيبقى محتاج طمأنة كل شويه وعشان يهدأ، وللاسف يبتدي يربط الاحداث لما تزيد قوي تبقى مرضيه ويأثر ده على علاقتهم زي ما قلنا. العلاج بتاعنا هنا بيبقى ليه شقين، العلاج الدوائي لو احنا كان في اي اعراض نفسيه تانية مصاحبه وزي اكتئاب مثلا او اي امراض تانية زي مثلا ضلالات الخيانه لما بتبقى موجوده في بعض الاشخاص خصوصا في السن الكبير، فهحتاج ان انا ادي علاج دوائي.